صباح الفل عليكم. يوم جديد وفيديو جديد، يا رب يعجبكم. النهارده الروتين بتاعنا. الجو الحمد لله حلو. على فكرة يا جماعة، الصوت دوت مش صوت عيالي خالص، ده صوت الولاد اللي بيلعبوا في الشارع. انا عيالي كبروا الحمد لله، ما بيعملوش دوشة. احنا بقى هندخل البطاطين ديت في البلكونة عشان تتشمس كده، عقبال ما نروق الأوضة وننضف السراير ونشيل الحاجات اللي ملهاش لازمة. فرصة يا جماعة، الجو جميل النهاردة، هنطلع كل بقى الحاجات ديت في الشمس. يلا قوموا كده تشجعوا كده، طلعوا بقى كل المفروشات بره في الشمس. بقى الجو النهاردة جميل، وننضف شقتنا بقى من التراب بتاع امبارح. بس الشمس كنت هشيل الملاية ودلوقتي وانضفها من البلكونة على طول. الحمد لله ان انا شفت موبايل بنتي. بصوا التانية كمان حاطة موبايلها فين. خدوا بالكم قبل ما تاخدوا حاجة وتحطوها كده على الحبل على طول او في البلكونة، شوفوها الاول لا يكون جواها حاجة. بس كده هننضف بقى السراير كويس قوي، وهنكنس الارض ونلمعها بقى من التراب بتاع امبارح، ونسيب الاوضه تتهوى براحتها خالص. الجو النهارده الحمد لله ما شاء الله كده جميل، وفي نسمه هوا حلوه. فاحنا بقى هنخلي الاوضه بقى تشبع من الشمس والهوا، والدنيا تتروق كده. احنا بقى دلوقتي هننضف السراير وهنمسح الارضيات. الحمد لله ان احنا ما نضفناش ولا عملنا اي حاجه في تنظيفات العيد يا جماعه، والا الدنيا كانت هتتبهدل تاني خالص من التراب بتاع امبارح بجد يعني. تعالوا يا حبايبي شيلوا موبايلاتكم دي اللي مرميه هنا وهنا وفلوسكم. شيلي التيشيرت ده. انا بوظت القصه. خدي الكيسه دي، ما انت بوظتي شعرك فعلا. خدي الكيسه دي شيليها وشيلي موبايلك. اعملي. اقعد اذاكر. بجد يا جماعه المراتب دي وحشه جدا جدا، انا نفسي اغيرها الصراحه. نفسي اجيب بقى المراتب التاكي ديت. كنت هقول لكم كنتاكي. هترجعينا. نفسي اجيب بجد اغير المراتب دي، امسكها كده وارميها من البلكونه يعني. مش عارفه اوصف لكم. إيه، ورقه تحسي كده ان انتي نايمه على ورقه. ربنا يسهل ان شاء الله، واجيب لي مرتبتين كده يكونوا حلوين. إيه، بس عايزاكم تكتبوا لي بقى تحت في الكومنتات النوع اللي انا اجيبه ايه، ويكون سعره يكون متهاود يعني. بس كده نضفنا الاوضه، تعالوا بقى نكنسها ونمسح. ايه بقى الحاجات اللي انت جبتيها دي يا فرح؟
فين البقدونس اللي انا قلت لك هاتيه؟ وقلت لك هاتي ربع الطماطم للسلطه. مفيش بقدونس؟ ايه الطماطم دي؟ الربع كيلو ده بكام؟ عايزه اقول لكم يا جماعه ان جايبه لي الربع كيلو طماطم ب2 جنيه ونص، ويا ريتها حلوه اصلا. انا بنزل السوق بجيب الكيلو بحاله ب3 جنيه ونص، هي جايبه لي الربع ب2 جنيه ونص. وايه المستين اللي انت جايباهم دول؟ ب7 ونص دول؟ اه ده لسه فيه اهو. وجبتي لبن؟ يلا اعملي لي بقى كوبايه شاي بالموز. تستغربوش يا جماعه، هبقى اقول لكم بعد كده على حكايه الشاي بالموز دي. بصوا يا جماعه ايه اللي حصل، البتاع وقعت مني، اتكسرت. مش عارفه بقى دي بتتلحم ولا بتترمى ولا بتتعمل ايه تاني، مش عارفه. بس انا مش لاقيه لها يعني زي حاجه كده تدخل في ديت. بس عامله ازاي. لو حد يعرف اركبها ازاي يقولي والنبي. يعني انا زعلت قوي لما وقعت واتكسرت كده، لانها دي بتاعت شغلي. الشقة عايزة اقول لكم من غير سجاد، مكركبة مكركبة على اخرها. يعني انا مش عارفة هستحمل ازاي ان انا اقعد لحد ما العيد يجي كده وافرشها وتبقى عدلة تاني. ما بعرفش اقعد من غير سجاد خالص في الارض، ان شاء الله حتى لو ايه، لو مشاية حتى، المهم يبقى في سجاد في الارض كده وخلاص. تعالوا بقى بصوا انا هفطر ايه. بنتي جابت لي موزاية وهفطر شاي. انا من عشاق الموز بالشاي على فكرة. يعني احب اقطم كده قطمة موز واشرب بقى شاي، بيبقى طبعا الكل هيضحك عليا ويستغرب من الاكلة ديت، بس بجد انا بعشقها يعني. تعالى اوريكوا سجادي اللي انا غسلاه. اول امبارح كده على الساعة 1 بالليل كنت قاعدة وزهقانة كده وعمالة افكر اعمل ايه اعمل ايه، قلت بقى اقوم كده واتنشط واغسل السجاد. طبعا لميت كل السجاد وحطيته كده في المطبخ عندي وحطيته على بعض عشان يبقى سهل عليا. ورحت بقى غاسله كل السجاد اللي عندي. طبعا انا منشره كله اهو، وفي تاني في الناحيه التانية قلباه كده على ظهره. وكل شويه يعني كل يوم كده اروح قلباه ناحيه علشان ينشف. اول ما ينشف بقى هلمه واشيله في مكان كده على جنب لحد قبل الوقفه بيوم ان شاء الله نمسح الشقه كويس قوي ونروح فرشين بقى. ودلوقتي بقى انا هفطر، وطبعا عندنا حالة طوارئ، مفيش ولا تلفزيون ومفيش ولا اي حاجة، عشان انا عندي بنتين اتنين في الثانوية العامة وبكرة عندهم امتحان العربي. ادعوا لهم كده بالتوفيق والنجاح يا رب وكل عيالنا. والست فرح بقى اللي عمالة معرفش مالها دي، تقعد تذاكر هي والست بوسي. وبكده روقت اهو يا جماعة، بس حاسة برضو كأني ما روقتش ولا كأني عملت اي حاجة في الشقة. ليه بقى؟ لان الشقة من غير سجاد زي ما انتوا شايفين كده. وعايزه اسالكم كمان على حاجه، المساحه اللي انا بشوف اليوتيوبر ديت بيمسحوا بيها، انا عايزه اجيب واحده منها قوي. هي باين اسمها كده موف، بصراحه مش متاكده من اسمها. فانا عايزه اجيب لي واحده، بس مش عارفه المكان اللي بتتباع فيه فين، ومش عارفه كمان سعرها بكام. يا ريت حد يفيدني ويقول لي يعني بتتجاب منين وسعرها بيبقى كام. هي زي ما بقول لكم كده باين اسمها موف، يعني على حسب ما توقع يعني، او على حسب ما اعرف. تعالوا بقى نشوف هنتغدى ايه النهارده. طبعا زي ما انتم شايفين كده الحوض مليان مواعين، فانا هخلص شويه المواعين دول وبعد كده هنشوف بقى هنتغدى ايه. تمام، يلا بينا بقى، اتشجعي كده وقومي اعملي اللي وراكي. انا هغسل مواعين دلوقتي اهو، وبعد كده هشوف بقى. عايزه اقول لكم الفرشه دي جميله قوي للبوتاجاز، ولو اي حاجه كده ايديكي مش طايلاها جميله جدا جدا. يعني هاتي منها، هما بيتباعوا 3 مع بعض، بس الصراحه مش فاكره كانوا ال3 بكام. باين ال3 كانوا ب15 جنيه.
كده الحمد لله يا جماعة. غسلنا المواعين ومليت الازايز اهي. هشيلها بقى في التلاجة علشان تسقع. عمالة بقى افكر هناكل ايه. فببص في الدرج لقيت شوية العدس دول، ولقيت ال3 بيضات وطماطم وقرنين فلفل، وعندي رز. قلت تمام قوي والحمد لله على كده. هنعمل بقى شوية كشري اصفر، وهنسلق ال3 بيضات دول، وهنعمل جنبهم شوية سلطة، وتمام قوي كده. ومع الطماطم دي والفلفل هنجيب بصلايه صغيره كده ونروح نخرطينهم مع السلطه. تمام كده. يلا بينا بقى نشوف نعمل ايه تاني. كده يا جماعه حطيت البيض عشان يتسلق. هنحط بقى ناخد معيار الرز اللي احنا هنعمله. الصوت اللي انتوا سامعينه دوت صوت المدرس، يعني بنتي جايبه المدرس على الحمد لله حلوين هيكفوا. شوفوا بقى طريقتي فيه وقولوا لي ايه رايكم. حطيت الرز على العدس اهو. نزود شويه رز كمان. هروح بقى اغسله وارجع لكم تاني. عايزه اقول لكم ان انا من الصبح عماله اغسل في الرز، وفي الاخر طلعت ان انا مش بصور. المهم كده غسلناه. بس تحت ميه جاريه. اسمها ايه؟ جاريه صح. يا دوب الميه تغطيه كده تمام قوي. ماشي، ما تزودوش الميه عشان ما يعجنش معاكم. اتعلموا الطريقه دي سهله جدا وهتعجبكم ان شاء الله. هنحط بقى الملح بتاعنا على حسب الرغبه طبعا. ونحط له شويه كمون مش كتير، يعني يا دوبك ربع المعلقه كده. شويه فلفل اسمر برضو مش كتير. وهنحط زيت. طبعا ما ينفعش سمنه، انا بحط له زيت عن نفسي. هنقلبه بقى كويس قوي ونحطه على النار لحد لما يتشرب. بعد كده نوطي عليه، يعني يا دوبك يبقى شمعة كده تحتيه. ودلوقتي كده يبقى حطينا الكشري بتاعنا على النار يتسوي، وحطينا البيض يتسلق. وهنعمل بقى دلوقتي شويه السلطه اهو. طماطم وفلفل. هنجيب بقى بصلايه صغيره كده. استنى هوريها لكم قد ايه. بصوا البصل صغير قد ايه. يعني انا متعمده ان انا اجيب البصل الصغير دوت علشان السلطه. يعني نقيت كده كيلو لوحده صغير. بعمل ايه؟ بحط عليه السلطه. بقطع بصلتين 3 كده واحطهم مع الشوربه. يعني حلو قوي البصل دوت، وخاصه للسلطه. نقشر البصلايه بتاعتنا. وزي ما قلت لكم قبل كده ان انا بقطع البصلايه من عند الديل مش من عند الراس. هتقطعيها من عند الراس هتلاقيها اتفرولت معاكي كده ومش هتمكني منها. لكن لو من عند الديل كده قطعتيها هتلاقيها ايه، ثابته معاكي، وما تقعدش بقى تفرول من هنا ومن هنا، وتعرفي تتملكي فيها. اهي هروح بقى اغسل الحاجات ديت. وادي كده غسلنا حاجات السلطه بتاعتنا. اول طبعا ما ببدا بالبصلايه، علشان لما بخرط عليها الطماطم والفلفل على البصلايه كده وانا عاملاها، يعني بتروح بقى ايه، ما توجعليش عينيا. بصوا بقى على طول كده تروحوا واخدين طماطمايه على طول وراها، عشان ايه توجعلكمش عينيكم. مش عارفه يا جماعه الفيديو فصل ليه مره واحده. عموما انا خلصت السلطه اهي. وكده بقى ممكن ناكل بقى شويه كشري زي ما قلت لكم كده جنبهم. وممكن نستغنى عن البيض ما نعملهوش، وتبقى اكله موفره خالص. وادي طبق السلطه الجميل. اتفضلوا معانا، طعمها تحفه وروعه. دلوقتي نشوف الكشري بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وادي كده الكشري بتاعنا خلص. انا مش عارفه اقلبه عشان انا ماسكه الموبايل بايديا التانية. وهو ده الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش بقى حبايبي الاشتراك في القناه واللايك على الفيديو، كومنت حلو كده منكم. واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. مع الف سلامه.